ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي في ضيافة الرحمن. هذا البرنامج يكون في ليالي رمضان المبارك، وهذه هي الليلة 26 من ليالي رمضان المبارك لعام 1445. سأل الله تعالى أن يجعلنا نحن وإياكم من عتقائه من النار ومن الفائزين الذين أدركوا ليلة القدر فقاموها إيمانا واحتسابا، اللهم آمين. باسمكم جميعا أرحب بالشيخين الجليلين، فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الجبرتي أيضا الداعية المعروف في جاليتنا الجالية الإريترية المباركة. مشاهدي الأكارم، ضيفنا في هذه الليلة هو اسم الله عز وجل العزيز الغفار والعزيز الغفور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا وعلى الشيخين الجليلين بالذات من فتوحاته سبحانه وتعالى، فهو الفتاح العليم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أبدأ حوار هذه الليلة بالشيخ الجليل الشيخ الدكتور حسن سلمان. وقبل ذلك نعطيكم مقدمة. اسم الله عز وجل العزيز الغفار ورد في القرآن الكريم 3 مرات. في سورة صاد قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وفي الزمر قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وفي غافر قال سبحانه: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أما الغفور فورد مرة واحدة في سورة الملك. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إلى الحوار. حيا الله شيخ حسن سلمان. ما معنى الغفور وما معنى الغفار؟ أما العزيز فقد مر بنا كثيرا، وهذا الاسم سبحان الله يا له من اسم عظيم، العزيز، الذي حقيقة أنت تشعر من جهة بالفخر أن ربك عزيز، ومن جهة تشعر بالخوف لأنه عزيز. ففيه يعني الجانبان، وكما تتفضل دائما شيخنا ونستفيد منك تقول هذا من أسماء الجلال، من أسماء الجلال. الله يجزيك. سامحني تطفلت عليكم، المجال لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل أن يأتي هذا الاسم في هذا اليوم اللي هو اليوم 26 من شهر رمضان المبارك، ونحن مقبلون بإذن الله سبحانه وتعالى ليوم غد، وهو يوم إن شاء الله 27، وهو مظنة أن يكون إن شاء الله أحد الليالي التي ربما يكون فيها ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أدركها أو يدركها فيما تبقى من أيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالتالي التشبع من هذا الاسم، اسم الغفور واسم الغفار، التشبع منه في هذه الأيام مهم جدا. أن المؤمن
ما أحوجه أن يدرك عظمة هذا الاسم حتى يعيش تجليات هذا الاسم في نفسه. لأننا حقيقة كثيرا ما نكون أسرى وسجناء لذنوبنا، وأسرى وسجناء لمعاصينا، وأسرى وسجناء لسيئاتنا. وكم من إنسان يعيش لذة للحظات معينة نتيجة معصية من المعاصي، يعيشها لحظة أو يعيشها لذة لحظية إن صح التعبير، ولكنها تدخله في دوامة من العذاب ودوامة من المصائب. لماذا؟ لأن الإنسان يعيش بجسد وروح، فالجسد يشده نحو الأرض والروح تشده نحو السماء، فقد يمتع الإنسان جسده ويعذب روحه عندما يعصي الله تبارك وتعالى. وهنا تأتي عظمة البحث عن التنفيس والبحث عن المكان الذي يجعلك تستنشق الهواء، لأنك عندما تعصي الله تبارك وتعالى إنما تحدث نوعا من الاختناق على النفس، يعني كأنما شخص يدخل في غرفة مغلقة ضيقة متر في متر والعياذ بالله، ويغلق عليه الباب. حينها تشعر بأن والله أنت أمام، تقول اللهم أخرجني من هذا الضيق الذي أنا فيه إلى مساحة أتنفس فيها الصعداء. هذه المساحة إن صح التعبير هي مساحة المغفرة. فالمغفرة يطلبها الإنسان عندما يشعر بأن ذنوبه قد ثقلت عليه، أو أنه قصر في جنب الله سبحانه وتعالى، أو أنه لم يستطع أن يؤدي نعم الله سبحانه وتعالى على ما هي عليه. لأنه كما يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن موضوع الغفران والمغفرة على وجه التحديد، يقول هي موازنة بين أمرين. المغفرة موازنة بين أمرين، بين استشعارك لنعم الله سبحانه وتعالى واستحضارك لتقصير نفسك، وما بين هذين الأمرين أنت بحاجة إلى ما يردم الهوة بين النعم وما بين الذنوب أو ما بين التقصير، فلن يكون ذلك إلا بالاستغفار. ولذلك كان سيد الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. لاحظ كيف جعل كفتي الميزان، أن يبوء بنعمة، أن يعترف لله تبارك وتعالى بنعمه العظيمة، وفي نفس الوقت يقول يا ربي هذه النعم العظيمة التي منحتني إياها ومننت بها علي لا أستطيع أن أكافئ هذه، وبالتالي اغفر لي، أي تجاوز عني يا رب العالمين. فالمغفرة الاسم الغفار واسم الغفور هي من المغفر، وهو كانت العرب تلبس عموما خوذة على رأسها حتى تقيها هذه من ضربات السيوف عندما يدخلون في المعارك. جميل. فالاستغفار عندما يستغفر الإنسان يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر ذنوبه وأن يقيه شر سيئاته. باختصار شديد يعني أن تقول استغفر الله كأنما تطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أي أن يغطي الله تبارك وتعالى على ما حصل منك ويمحو آثار هذه الذنوب التي أنت وقعت فيها، وتتجاوز إلى النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل. فاسم الله سبحانه وتعالى الغفور أي أنه كثير المغفرة. لا يقال لشخص غفر مرة واحدة لا يقال له غفور إلا إذا كثرت وعظم منه هذا الفعل وتكرر. ربما التكرار يأتي في الغفار، لكن الغفور هي أن والله مهما تنوعت ومهما عظمت ومهما كثرت غفور هو غفور. إذن أنت أمام عظمة الغفور لا تحاول أن تيأس ولا تحاول أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الغفور تعبير عن الكثرة، يعني كثير الغفران. الغفار فيها التكرار وفيها الاستمرار، يعني أنه مغفرته متكررة ومغفرته كثيرة ومغفرته دائمة ومستمرة غير منقطعة. فسبحان الله لما تجمع الغفار والغفور مع بعضها البعض كأنما أنت تتكلم عن الكم والنوع، يعني الأمرين معا. فالله كثير المغفرة وأيضا مغفرته مستمرة ودائمة ولا تتوقف. هنا نلاحظ عندما يعني يستحضر الإنسان سبحان الله هذا الاسم العظيم اسم الغفار واسم الغفور، وهو ينظر إلى ما فعل من الذنوب
وما فعل من المعاصي. بعض الناس سبحان الله يقول والله أنا خلاص هلكت، كما قال ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله إني أذنبت ذنبا، يعني فعلت غدرات وفعلت فجرات وغدرات، فهل بعد ذلك من مغفرة يا رسول الله؟ قال هل أسلمت؟ قال أما إني والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال إذن تتجنب السيئات والذنوب والمعاصي وتلتزم الطاعات. فقال مقولته المشهورة وفجراتي وقدراتي يا رسول الله، أي ما كنت أفعله من الذنوب ومن المعاصي ما بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن ذلك كله إن شاء الله يتحول إلى إيه؟ إلى حسنات إذا ما واظب الإنسان على الطاعات. فالشاهد هنا أن اسم الغفار يجعلك تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في كثرة مغفرته وفي حلمه بعباده وفي أنه يفتح لهم الطرق مهما حاول الإنسان إن طالت به الذنوب أو كثرت ذنوبه، فالله عز وجل يقول لك لا أغلق عليك الباب حتى يحصل واحد من أمرين: أن تصل الروح إلى لحظة القرقرة أو تخرج الشمس من مغربها. فأنت في هذه المساحة الواسعة عليك أن تستحضر رحمة الله وتستحضر عفو الله وتستحضر غفران الله سبحانه وتعالى. فلما ترتبط المغفرة بالعزة، ودي يمكن هي حلقة اليوم، كيف هو هذا الذي كنت أريد أن أنبهكم عليه. نعم. ما السر في ارتباط العزيز بالغفار أو عزيز بالغفور؟ نعم. لو لاحظت الآيات تتكلم عن الخلق، خلق السماوات والأرض. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نعم. وتتكلم عن خلق السماوات والأرض بالحق، وتتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: تدعونني لأكفر بالله. نعم. مؤمن آل والذي خلق الموت والحياة، يعني تتكلم عن خلق الموت والحياة وقضية الابتلاء. لاحظ هنا قضية الابتلاء. وتتكلم ومن الناس والدواب، اللي هي آية فاطر اللي دائما جزاك الله خير تنبه عليها، أيضا فيها العزيز إن الله عزيز غفور. طيب، لاحظ هنا الناس أمام آيات الله الكونية وأمام آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية هم طرفان. الطرف الأول هو الطرف الذي تنكب عنها وتمرد عليها وغفل عنها أو استكبر عنها بعد أن وضحت له الحقائق، فهذا يناسبه اسم العزيز. هذا يناسبه اسم العزيز. الطرف الثاني هم الذين آمنوا ورأوا أن في آيات الله سبحانه وتعالى ما يكفي من الدلائل والبراهين لتدلهم على الله سبحانه وتعالى وتعزز فيهم عظمة الله وكبرياء الله وجلال الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بالله سبحانه وتعالى وأنابوا إليه. هؤلاء تناسبهم تناسبهم عملية الغفار وتناسبها عملية الغفور. فكأنما الله سبحانه وتعالى يسرد الآيات الكونية ويسرد كذلك الآيات الشرعية، ثم يعقبها بهذين الاسمين ليقول: من كفر بالله فالقهر والعزة والغلبة، اللي هي الثلاثية المعروفة، لأن عزة الله في قدرته وعزة الله في امتناعه وعزة الله في قهره. هذه الثلاثية التي تحكم اسم العزيز. وفيه حاجة لطيفة سبحان الله أيضا، يعني وجدتها اليوم. اسم العزيز واحدة من الدلائل أيضا الندرة. فلان هذا الأمر عزيز وجوده، يعني لا يمكن أن يكون له يكون له مثيل. فهنا سبحان الله تلقاها دخلت معنا في العزيز. كنا دائما نتناولها من جانب اسم الجلال، فإذا بها تستبطن أيضا اسم من أسماء الجمال. وين الجمال؟ اللي هو لا شبيه له جل جلاله، أنه نادر. شوف الندرة هذه من أسماء، يعني في المعاجم التميز. أحسنت، التميز. ففيها سبحان الله هذا الاسم ما جعله الله يدور مع بقية الأسماء، ودائما تجد هذا الاسم سبحان الله مع بقية الأسماء، تارة مع القوة وتارة مع العزم. هل تجد له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ أيوه، هل تعلم له سمية؟ لا نعلم سمية. الله أكبر. فالشاهد شيخنا هذه الأسماء عندما يقف الإنسان سبحان الله معها ومع آياتها يلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يقول: أعرض عليكم آيات الكونية وأعرض عليكم آيات الشرعية، فمن آمن فله المغفرة بأوسع أبوابها، سواء كان ذنوبه كبيرة أو صغيرة، عظيمة أم جليئة أم حقيرة.
ومن كفر بالله سبحانه وتعالى فإن الله بعزته وعظمته وكبريائه شديد الانتقام، كما تكلمنا في ذلك من قبل. وإذا أردت أن أزيد بعض الشيء أقول لأهل الذنوب في هذه الأيام وأهل المعاصي: أقبلوا على الله، فهي فرصة وهي مناسبة وهو وقت وهي حالة يفتح الله فيها سبحانه جنات النعيم للناس ويغلق فيها أبواب جهنم. فعلى الإنسان أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى يفتح رحمته ويفتح مغفرته، وعلينا فقط أن ننظر إلى النماذج التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا إلى نموذج عمر، كيف أنه كان عدوا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومحارب لهم، ويلاحق المؤمنين ويعذبهم في رمضاء مكة، ويعذب جاريته حتى يتعب من الضرب على ظهره من السياط، ثم يرمي صوته ويقول: والله مللت الضرب. يعني ثم فجأة ويقولون الناس عنه على كل إن صحت الرواية: والله لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. فهذا الأمر الذي، ومع ذلك الله سبحانه، وخالد بن الوليد الذي ظل يحارب الله ورسوله، وفي معركة يقودها هو ويؤثر فيها، يقتل فيها مصعب ويقتل فيها حمزة خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول مقولته المعروفة: يعني غضب الله على قوم شجوا أو أثروا في أو جرحوا، لا يفلح قوم نعم فالله شجوا نبيهم عليك الله. فأن الله سبحانه وتعالى يقول له: ليس لك من الأمر شيء. ثم هؤلاء يتحول هذا إلى سيف الله، إلى سيف الله، والفاروق يتحول إلى إيه؟ فاروق هذه الأمة. وهكذا الله سبحانه وتعالى بهذه المغفرة الواسعة والرحمة الشاملة يقول لعباده: لا تنظروا إلى عظم المعاصي التي أنتم فيها، ولكن انظروا إلى عظم مغفرته. الله، إن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله، لفظ يغفر ورد في القرآن أكثر من 91 مرة، ومنه قوله تبارك وتعالى، لفظ غفور ورد 91 مرة، منه قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومنه قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومنه قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فلفظ غفور تكرر في القرآن أكثر من 91 مرة. أما لفظ يغفر تكرر في القرآن 35 مرة، ومنه قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ومنه قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومنه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تعليقكم الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في حقيقة الأمر إذا نظرنا إلى تركيبتنا في خلق الله لنا سبحانه وتعالى، وأننا مجبولون أو من طبيعتنا أن نخطئ ونرتكب الذنوب والمعاصي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يصلح ألا يكون مثل هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. الله. والآية التي ذكرتها في سورة آل عمران ذات الدلالة وثيقة بهذا الأمر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إذا لم يغفرها الله من يغفرها؟ اي والله. ولذلك لا يليق إلا أن يكون لله عز وجل مثل هذا الاسم: الغفور، الغافر، والغفار. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. نعم. فبالتالي الكم الهائل من الذنوب الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله وتباركت أسماؤه يقابله بكم من أعظم وأعظم وأعظم من المغفرة. وتخيل لو أننا نذنب وتبقى ذنوبنا كامنة في سجلاتنا، ونأتي يوم القيامة وهذه الذنوب متراكمة، لا شك أننا سنهلك. ولكن الله جل وعلا غفور غفار غافر يغفر هذه الذنوب. قليل من التوبة، قليل من القرب، قليل من الدموع يسكبها العبد بين يدي الله جل وعلا، يمحي هذه الذنوب حتى لو كانت كثرتها مثل ملء الأرض. ولذلك في الحديث لو أن العبد أتى إلى الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله جل وعلا لا يشرك به شيئا، لأتاه الله جل وعلا بقرابها مغفرة. ولا يمكن أن يكون ذات دلالة لهذا الأمر إلا أن يكون لله عز وجل مثل هذا الاسم غفور، أي كثير المغفرة سبحانه وتعالى. فهذا الاسم يعني هو مصدر أمان واطمئنان لعباد الله، أي أنك مهما أخطأت ومهما تعديت ومهما اعتديت ثم التفت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبلك. الله ألا ترى أولئك القوم الذين ما تركوا منكرا إلا وارتكبوه ثم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، نحن لم نترك شيئا، أسرفنا على أنفسنا، ما تركنا شيئا إلا وارتكبناه، فهل يغفر الله لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني ليس أذنبوا، قال لك أسرفوا. وهذا يعني ذو دلالة على أن الذنوب التي ارتكبوها طوام، وفي حق من؟ وفي حق الله جل وعلا. قل يا عبادي، شوف التودد من الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد لهؤلاء: يا عبادي الله الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعد هذا الكلام. من كانت صفته هذه صفة المغفرة وأنه غفور، لا يمكن أن يعجزه أن يغفر مثل هذه الذنوب. أعد كلام. شوف بماذا ناداهم الله عز وجل. نعم، الله جل وعلا هذا التودد الإلهي العظيم لعباده، يعني لم يناديهم، لم يقل لهم أنتم السفلة، أنتم الذين استقبحتم وفعلتم، إنما ناداهم أنتم مهما فعلتم عبادي. مهما حاولتم أن تهربوا مني فإنكم عبادي. يا عبادي. وستجد هذا النداء الرباني في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. الله جل وعلا ينادي، يتودد إلينا، ولكن للأسف نحن نتبغض إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد. ومع ذلك لا يقنطك أبدا، طالما أنت نفسك يتردد في جسدك فأنت تستطيع أن تعود حتى قبل موتك ولو بثانية أو بدقيقة واحدة. فإذا أنبت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يمحي ذنوبك ما لم تغرغر الروح. نعم، هذه طبعا خلاص. أنت إذا أيقنت أنك هالك تريد أن ترجع، هذا لا مجال. وأنت الله جل وعلا مد في عمرك حتى تستطيع أن تؤوب إلى الله وأن تنيب. ولذلك أنا أقول هذا الاسم العظيم هو مصدر أمان واطمئنان لنا جميعا، سواء للمشرك ولا للكافر ولا للملحد ولا للمؤمن العاصي، فهذا مصدر أمان. ومن أراد أن يستظل
بظل هذا الاسم العظيم الجميل فإن المجال مفتوح. الحق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تنظر إلى من يقنطوك، لا تنظر إلى من يحبطوك، لا تنظر للذين يقولون لك أنت، يعني طبعا قد لا يكون من الناس ومن البشر، إنما قد يكون الشيطان هو الذي وراءك يقول لك أنت فعلت وفعلت وتريد الآن أن تقدم على التوبة، يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا يعني مهما كانت، لا يوجد ذنب إلا ويغفره الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد حسين يعقوب أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية يذكر يقول حتى تعرف أن الشيطان بالمرصاد حتى لا يفقه المؤمن هذا الاسم الجميل العظيم. يقول في مرة من المرات، يقول كنت مارا ذاهب إلى المسجد، هو إمام مسجد، فلاحظت أن يعني تقريبا 3 شباب جالسون وهم يسمعون الأذان، فمر عليهم قال يا شباب ما سمعتوش الأذان ولا إيه؟ قالوا نعم سمعنا يا شيخ. قال لهم طيب يلا نروح نصلي. قالوا أنت روح ونحن نلحقك. قال لهم لا نروح مع بعض. قالوا يا شيخ روح احنا حنلحق. لا أبدا لازم نروح مع بعض. فألح عليهم حتى كادت الصلاة أن تقام، ثم قالوا له يا شيخ، مو مع إلحاح الشيخ حفظه الله قاموا معه. الله أكبر. وذهبوا. حينما وصلوا إلى المسجد 2 منهم دخلوا توضأوا ودخلوا المسجد. واحد قال يا شيخ أصله أنا يعني، قال أنت على جنابة ادخل الحمامات عندنا يعني دش فيه حار وفيه بارد زي ما تحب، أنا حستناك هنا. فمع هذا الضغط دخل. طبعا أقيمت الصلاة والناس والشيخ واقف حتى انتهى وقام، فصلى هو الشيخ الجماعة الثانية. بعد الصلاة قام هذا الشاب ورجع إلى مؤخرة المسجد. يقول الشيخ بدأ يصيح يبكي فذهب إليه. ماذا بك يا بني؟ قال أنا يا شيخ أنا ما استهلش أوقف أمام ربنا، أنا إنسان مجرم، وهذا الذي كان يبحث عنه الشيطان. قال له الشيخ يا ولدي الله يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور، فإذا تبت وأنبت فإن الله عز وجل سيغفر لك ذنبك. ولذلك الشيطان يغالب بني آدم على أن يقنطوا من رحمة الله وعلى أن يغفلوا عن مثل هذه الأسماء الجميلة العظيمة الجليلة. والله جل وعلا يقول لعبادي يا عبادي تعالوا يا عبادي، البساط مفروش يا سلام، والباب مفتوح يا سلام، وإذا تبت فأنا أقبل توبتك، بل أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. يا سلام. شوف هنا أيضا يعني بعد هذا النداء الجميل والتودد من الله لعباده الذي يريد لهم الخير، يقول وهذا من عمق نصح الله لعباده، من عمق نصح الله، لما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم يا سلام وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذه الموعظة العظيمة من الله مؤثرة، والتي فعلا فيها عمق النصح
وعمق التوجيه الإلهي لعباده. أنيبوا اتبعوا، أنيبوا اتبعوا، أن تقول نفس. ويصور لك رب العزة والجلال كيف سيكون وضع الكافرين يوم القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثم يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله يجعلنا وإياكم منهم. فماذا ترجو من رب هذا نداؤه إلا كل خير؟ فربنا تبارك وتعالى بابه مفتوح، يحتاج الواحد فقط أن يقبل على الله سبحانه. فالله عز وجل مقبل على عباده، ولا يرضى ربنا لعباده الكفر، ولا يرضى لهم الفسق، ولا يرضى أن يكبوا في النار سبحانه. فالله جل وعلا غفور رحيم لطيف ودود سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. شوف حتى الآية هي تقول والله يعدكم مغفرة منه. فضيلة الشيخ حسن سلمان، ربنا عز وجل يقول في مصارف هذا الاسم العظيم وهو استغفروا، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الآية قرأناها. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وفي هود قال سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وفي هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وفي هود أيضا ويقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وفي نوح قال سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وفي المزمل وهي آخر آية فيها لفظ الطلب الاستغفار إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه 8 آيات في كتاب الله تتكلم عن طلب الاستغفار وفائدته. تعليقكم شيخ حسن. اللهم صل على محمد. بالنسبة للآيات هذه على كل تجعلنا نعود إلى الاستغفار من حيث من يقوم به. نلاحظ أن الاستغفار هو عبادة المكلفين جميعا. جميل. عبادة العصاة وعبادة أهل الطاعة. نعم. لكن سبحان الله على تباين بين الموقفين. العصاة الاستغفار يلزمهم بعد المعاصي. استغفروا ربكم بعد أن أذنبوا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. ومعظم خطاب الأنبياء للكفار ولأقوامهم كان من هذا النوع أن والله هم في ذنوب في معاصي في كذا يقولون لهم توبوا واستغفروا. وغالبا ما ترتبط عملية التوبة بالاستغفار. هذا جانب. الجانب الثاني هو استغفار الخواص، استغفار المؤمنين. ولعل سبحان الله في الآيات تلاحظ بأن الاستغفار يأتي عند الخواص بعد الطاعات. يا سلام. بعد الطاعات وليس بعد المعاصي. يا سلام.
وهذه رفعة في الدرجات، وتلك ساحة لتكفير السيئات. سبحان الله. لاحظ بين أمرين، أحدهم يحتاج إلى محو، ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يتكلم في هذا الموضوع إن والله أيهما أحب الاستغفار أم غيره. تسبيح. أيوة التسبيح. فيقول من كان يجد في نفسه اقتحام للمعاصي والذنوب وكذا ففي حقه الاستغفار، وإذا كان تجاوز محطة الذنوب والمعاصي والكبائر وكذا ولكنه اتجه إلى البناء فهو يحتاج إلى التسبيح وما أشبه ذلك. فهنا الخاصة لاحظ نستغفر الله بعد الصلوات. أول ما نقول السلام عليكم ورحمة الله أول شيء نعمل إيش؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليس كذلك؟ نعم. بعد صلاة الليل أفضل ما نقوم به التعبد، قال وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا في إيش هم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين أيوه والمستغفرين بالأسحار. لكن هذا الاستغفار جاء بعد القيام، فهم كأنما سبحان الله باتوا ليلهم يعبدون الله وبالأسحار يخشون التقصير، إن والله هل أديناه كما ينبغي أم لا. تعال إلى الحج. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فجاء الاستغفار بعد طاعة وهي ركن من أركان الإسلام وهو إيه؟ وهو الحج. تأتي آيات المزمل أيضا، تأتي سبحان الله عملية الاستغفار بعد الصلاة والجهاد والإنفاق في سبيل الله. تجد أيضا وأقرض الله إن الله غفور استغفر الله. أيوة إن الله هو الغفور الرحيم، هو الغفور الرحيم. إذا نحن سبحان الله في ميزانين، ميزان العصاة الذين يلزمهم الاستغفار طلبا من الله أن يتجاوز عنهم، وميزان آخر يثقل موازين من قام به رفعة في الدرجات وفي المقامات. ثم أنبه أيضا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أعطانا 4 أشياء في هذه الدنيا التي سماها ابن تيمية عليه رحمة الله مكفرات الدنيا. جميل. يقول ليس للإنسان في دنياه إلا 4 أشياء، والمكفرات عدها ابن تيمية 10، لكن المتاح منها في الدنيا 4. ال6 سبحان الله تبدأ بعد الموت الله، لكن في دنيانا الله هي 4. الأول التوبة، وهذه تكون في حق الذين أشركوا بالله كفروا بالله أجرموا صدوا عن سبيل الله ارتكبوا الكبائر ارتكبوا المحرمات، يلزمهم التوبة والإقلاع، وهو أعظم ما يتعبد الله به، وهو من أوائل المقامات التي ذكرها العلامة ابن القيم في كتاب المدارج بعد اليقظة والفكرة وكذا، ذكر موضوع إيه؟ يمكن المقام الخامس التوبة. فأعظم ما يكفر السيئات هذه القضية اللي نحن كنا ندندن حولها، أن هؤلاء العصاة بكل ذنوبهم وقفوا على باب الله وحطوا رحالهم هناك وطرقوا الباب أن يغفر الله لهم. اللهم تبنا إليك، فمن تاب الله عليه إلا من تاب. لاحظ الآية آية الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلى آخر. وكان الله غفورا رحيما. أحسن. إذا أنت عندما تتوب إلى الله هذا مكفر. المكفر الثاني الاستغفار، بمعنى أملأ ميزانك وصحائفك بالاستغفار. جميل. ستجد سبحان الله يوم القيامة تصيح بين أصحابك والخلائق هاؤم اقرأوا كتابيه. الصحائف ما شاء الله مليئة بإيه؟ بالاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نعم. إذن هذا المكفر الثاني. المكفر الثالث الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن هنا المساحة واسعة. وأتبع الصلاة الحسنة. نعم. سبحان الله لو نظرنا إلى رحمة الله وعطفه ووده بعباده ما جعل لك في يومك 24 ساعة من مساحة إلى مساحة للمغفرة، من صلاة إلى صلاة، من نافلة إلى نافلة، من صدقة إلى صدقة، من جمعة إلى جمعة، من رمضان إلى رمضان. كلام جميل. والله تكاد تصل إلى قناعة معقول يا أخوان بعد كل هذا أنهلك أو أيهلك من أمة النبي أحد؟ نعم. بعد كل هذا هذه إن الحسنات. الرابعة لا نفع التوبة لا استغفار لا الحسنات ما غطت. الله عز وجل يبتلي العباد بالمصائب بما كسبت أيديهم. هذه مهمة جدا في الاستغفار. يكفر عنهم السيئات. فأنت سبحان الله في هذه الأربعة تتقلب في هذه الأمراض حتى الشوكة نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
وهذه مهمة الإنسان أن يلتفت إلى نفسه. ما من أمر أنت تصاب به إلا وهنالك شيء، إما أنك أذنبت ذنبا وتحتاج إلى تكفير، وإما أنك قصرت عن مقام فتحتاج إلى رفعة. صحيح. ما في يعني صاحب الذنوب والمعاصي يحتاج إلى تكفير، وصاحب التقصير الذي لم يبلغ المقام الذي يريده الله سبحانه وتعالى له يحتاج إلى إيه؟ بارك الله فيكم، أبدعتم. نحتاج أن نقرأ مدارج السالكين يا شيخ حسن. ما في كلام. مهم جدا. انتهت حلقة هذا. معقولة؟ أي والله. ويكفي في اسم الله عز وجل وفي هذا يعني عبادة الاستغفار يكفي فيها فضل أنها أمان للعبد. الله أكبر. نعم. وما أمان. كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مشاهدي الأكارم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا، آمين يا رب، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يكتبنا عنده من الفائزين. أشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الحلقة المباركة الطيبة، كما أشكر للشيخين الجليلين، والشكر موصول للإخوة الذين يصورون من خلف الكنترول. بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم في دار كرامته، اللهم آمين. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم حتى ألقاكم غدا إن شاء الله. أحييكم وأودعكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.